اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. قبل ما نبدا الفيديو ما تنسيش يا قمر تنوريني وتشرفيني باشتراك وتفعلي زر الجرس على الكل عشان كل فيديوهاتي ان شاء الله تشوفيها اول باول. نسمي الله بقى ونبدا بينا الفيديو. طبعا كنت لسه جايه منين؟ كنت لسه جايه من عند ماما. وكنت جايبه لحمه وانا جايه علشان هعمل شويه. طبعا هو خلاص يعني العيد على ابواب، كل سنه وانتم طيبين. بس انا يعني كنا العيش اللي احنا كنا خابزينه طبعا في الفيديو اللي قبل اللي فات كنا خابزين عيش. فطبعا العيش ده جوزي قال لي لا العيش ده عايز بقى ايه، عايز شويه. ف... فرحت يعني جبنا بقى لحمه واحنا جايين، اللي هو بقى ايه، احنا بنقول للجزار عايزين لحمه نعملها شويه، فهو بيجيب لنا بقى من حته معينه كده لحمه اللي هو تستوي بسرعه ويعني مش عارفه اوصفها لكم ازاي، بس هي بتبقى ملبسه، يعني لحمه ملبسه. هنا وانا جايه كنت جايبه المبخره اللي انتوا شايفينها دي، وكنت جايبه الطواجن الصغيره دي. بس يا ريتني جبت اكتر، يعني الطواجن كان المفروض جبت اكتر، 5 6 مش عارفه، يعني هي الواحده ب5 جنيه والمبخره ب35 جنيه. وجبت كمان المشابك اللي انتوا شايفينها دي، علشان بصوا المشابك البلاستيك احسن من المشابك الخشب بكتير. المشابك الخشب لما بتيجي يعني تسيبيها على الحبل وتنشري، بحس ان هي بتلطش كده في الغسيل او بتعوص الغسيل كده. اما المشابك البلاستيك بتبقى احسن، يعني بتبقى نظيفة، سهل ان انتي تغسليها، سهل ان انتي تنضفيها، غير الخشب. الخشب لو غسلتيها تقريبا هتبوظ اكتر، يعني مش عارفة، بس تقريبا الخشب لو غسلتيها هيبوظ اكتر. هو يعني الخشب اخره تنشري وتشيليه على طول، ما يتسابوش على الحبل. لكن دول عادي طبعا، لو اتسابوا بيتغسلوا بيبقوا زي الفل. جبت الاتنين ب25 جنيه. هما مش قد كده على فكرة يعني، بس حلوين غير اللي انا جبتهم قبل كده. كنت جايبة الشنطة دي كمان وانا جاية. الشنطة دي كانت عاملة 125، بس حلوة حلوة خالص. انا جايباها عشان لو رحت السوق عملية، عارفين انتوا اللي هي الشنطة العملية اهي، بصوا. وخامتها جميلة ومشيتها جميلة خالص، تحسوا هي مش قماش بس خامتها حلو. قلت هجيبها عشان لو رحت السوق البسها كده. غير الشنط اللي عندي بقى، الشنط اللي عندي جلد وكده، فانا كنت عايزه حاجه زي كده. بس وجبت الخوخ اللي انتوا شايفينه، لا الخوخ كمان ماما اللي جابته لي وانا جايه. بس قطعت بقى اللحمه بتاعتي، وقطعت قشرت بصلتين وهعملها في الجريل كده زي ما قلت لكم، هعملها شويه. هحط بقى الدهنه الاول اهو، مش هحط اي حاجه خالص غير الدهون بس اللي فيها. هي كان فيها قطعه دهنه بس كده، قطعتها حتت صغيره. وطبعا بقى مش هنحط دهنه ولا اي حاجه، مش هنحط قصدي سمنه ولا اي حاجه خالص، هي بدهونها كده. علشان يعني جوزي دايما يقولي لما تعملي شويه ما تحطيش ولا سمنه ولا اي حاجه خالص، ما تضيفيش اي حاجه من عندك، حطي الدهون بتاعتها بس. وفعلا احنا بنعملها في العيد كده طبعا، يعني احنا في العيد بنحط الدهون بس، ما بنحطش اي حاجه، فهو بيحبها كده. بس هسيح بقى الدهون بتاعتها اهي. بعد كده احط اللحمه. في ناس بتعملها بالثوم، بس انا ما بحبش الحركه دي خالص، يعني بحس ان هي بتقلب كرشه، وانا ما بحبش كده. الشويه يتحط لها بصل و... وفلفل اسود وفلفل فلفل عادي، فلفل اخضر يعني. لو عندك فلفل الوان بقى، انا ما كانش عندي. انا حطيت اللحمه اهي، خدت صدمه كده، بعد كده حطيت البصل اهو. بس كده هسيبها بقى تستوي كده براحتها على النار. وهنا بقى كان عندي في معركه هنا في الحته دي. كنا جايبين بطيختين واحنا جايين، في بطيخه طلعت بايظه. ده العيش اللي بقول لكم عليه، خبزناه اهو. شايفين على فكره خابزين كتير، بس مش عارفه ليه العيش ده تحسوا كده ان هو ما فيهوش بركه، والله بجد. يعني ما شاء الله، بصوا الرغيف كبير وحلو، بس تحسوا ان العيش ده ما بيكونش فيه بركة، بيخلص بسرعة. بس طعمه بيبقى جميل، بس بيستهلك دقيق كتير، وبيستهلك طبعا مجهود، وتحسوا بياخد مجهود كده، بيحتاج تعب كتير وايادي كتير.
بصوا هنا بقى، ده كان تاني يوم، كنا خلاص احنا اكلنا الشوية. اليوم اللي قبله ده كان تاني يوم. ما كنتش عارفة اعمل ايه، بس اللي هو ايه، مش عارفة اطبخ ايه ولا اعمل ايه. المهم رنيت على جوزي قلت له انت جاي هات غدا معاك. جاب لنا طبق كفتة، وجاب لنا حواوشي. طبعا والله انا ما بحبش الحاجات بتاعت بره دي، ولكن مش عارفة اليوم ده كان مالي، ما كنتش قادرة اعمل حاجة. رنيت عليه قلت له انت جاي هات لنا اكل معاك. فانا فكرت بقى هجيب اكل جاهز، فلقيته جايب كفتة وجايب حواوشي. طبعا هعملهم على النار، هسويهم على النار كده اهو. حطيت الجريل وقلت هعمل الكفتة عليه كده. هو قال لي ايه هو قال لي حضري الفحم عقبال ما اجي. فانا كنت لسه عماله اقول انا لسه هروح اعمل فحم، والبلكونه اصلا اللي انا هقعد فيها اعمل فيها كانت مليانه شمس لان كان الظهر. ف والبلكونه التانية فيها التكييفات، وما ينفعش ان انا اولع ولعه عند التكييفات، لان التكييفين في بلكونه واحده، والبلكونه صغيره مش بلكونه كبيره مثلا واسعه. هبقى بعيد التكييفات، لا، النار هتبقى تحت التكييفات مباشره. فانا خفت بصراحه، قلت لا انا مش هولع ولعه في البلكونه اللي فيها تكييفات. وزي ما قلت لكم البلكونه اللي هي اصلا ما فيهاش تكييفات كان فيها شمس. فانا قلت لا انا هعملهم كده على البوتاجاز، بعد كده ادخلهم الفرن. بصوا حمصتهم كده او حطيتهم على عين البوتاجاز كده، وبعد كده دخلتهم الفرن. مع العلم ان انا كان ممكن ادخلهم الفرن على طول، بس مش عارفه يعني، قلت هخليهم الاول على عين البوتاجاز وبعد كده ادخلهم الفرن. اهو بصوا، كان في طبعا صاج كنت دخلته الفرن تحت على الشوايه يعني. وادي الكفته بتاعتي كانت خلاص ابتدت تستوي اهي، شايفين؟ طبعا انا يعني بصوا انا حطيت يعني نسبة مية صغيرة جدا 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 قبل ما يعني في بداية ما انا بسوي الكفتة، عشان انا اهم حاجة عندي اللحوم تستوي. اهم حاجة اصلا ان اللحوم دي تستوي. انا لو حطيتها في الجريل كده مع شوية زيت يعني هتتلسع وخلاص، مش هتستوي كويس. فانا كنت عايزة اسويها كويس. اما على الفحم كانت هتستوي طبعا، لان هي بعيد بعيد مش محطوطة مباشر على الفحم يعني، اللي هو صهد، فكان هيسويها. لكن انا دلوقتي كده يعني هلسعها مش هتستوي كويس. فانا اهم حاجة عندي اللحوم تستوي. وهنا الحواوشي حطيته كده شوية على عين البوتاجاز، وبعد كده دخلته الفرن، برضو زيادة تأكيد يعني ان انا اسوي الحاجة، لان انا عندي وسواس كده ان اللحوم دي لازم تبقى مستوية، ومن كتر ما هي مستوية تبقى مهرية. عارفين انتوا الناس اللي هي تقولك انا عايزة اللحمة تبقى دايبة دوب؟ انا بحب الحركة دي. اي لحوم سواء مثلا لحمة عاملاها في اي خضار او كده، لازم تبقى اللحوم دايبة دوب كده. ودي بتبقى حاجة حلوة على فكرة، مش حاجة وحشة. هنا بقى قطعت كده الحواوشي، استوى خلاص وقطعته. وادي الكفتة بصوا من كتر ما هي استوت عملت ازاي اهو. وقطعت خيار وطماطم، وهقطع بقى الرغيف نصين بقى عشان يلحق يبرد. طبعا احنا كنا جعانين اصلا، اللي هو مستعجلين عمالين بصوا يقولوا لي خلصي خلصي اهو. مليت بقى كل ما حطيت فيه ازازة تلج كده ومليته. الجو اصلا كان حر اليوم ده جامد، وكنا صراحة محتاجين عصير، بس صراحة ما كانش عندي حاجة اعملها عصير يعني. الفراولة كانت خلصانة. لا بس تصدقوا عندي مانجا وشكلي هرميها، لان هي بقالها كتير من السنة اللي فاتت. في ناس بتقول لي المانجا بتقعد 3 سنين في الفريزر عادي، بس انا مش مقتنعة يعني بالكلام ده. ادي بقى الحواوشي اهو، قطعته وهحطه كده في طبق وبس. وهو ده الغدا بقى بتاعنا يعني. بصوا غدا بسيط كده، مش يعني هنقول مكلف، مش عارفة. بصوا طبق الحواوشي عامل 150، طبق الكفتة عامل برضو 150، يعني أكلة مكلفة 300 جنيه اهو. بس كده.
عايزه اقول لكم كان طعمه جميل الحواوشي ده. بنجيبه من عند جزار. بصوا دي لحمه بلدي، يعني يكون جزار مضمون انك تجيبي منه، مش اي جزار وخلاص، او مش من اي مكان. على فكره انا ما باكلش اللحوم من اي مكان، يعني حد يكون انتي يعني حد موثوق منه يعني. بس ادي الكفته اهي مستويه وجميله وشايفين تحفه، والحواوشي زيه برضو اهو زي الكفته، يعني اللحمه مستويه. بس كده الفيديو خلص، اشوفكم على الف خير، السلام عليكم.